يمكننا برنامج إكسل من تعيين كلمة سر لفتح أو لتعديل ملفات العمل، ونستخدم هذه الطريقة للحفاظ على سرية البيانات لكي لا يتمكن الآخرون من فتح أو تعديل هذه الملفات. ولتعيين كلمة سر لفتح وتعديل البيانات نفتح القائمة المسجلة للفايل ونختار Save As ونضغط على مفتاح Tools، ثم نختار General Options من هذه القائمة، وباختيار Always Create Backup سوف يتم عمل نسخة احتياطية من الملف في كل مرة يستخدم بها الأمر Save لحفظ هذا الملف. وفي الخانة Password to Open يتم إدخال كلمة السر التي تستخدم لفتح ملف العمل، فنقوم بإدخال كلمة السر في هذه الخانة. وفي الخانة Password to Modify يتم إدخال كلمة السر التي تستخدم لحفظ التعديلات التي نقوم بإجرائها على ملف العمل، فندخل كلمة سر أخرى داخل هذه الخانة، وباختيار Read Only Recommended فإنه عند فتح ملف العمل سوف تظهر رسالة تخبرنا بأنه سيتم فتح هذا الملف كملف للقراءة فقط أو Read Only. والآن نضغط OK فيظهر المربع الحواري Confirm Password، فنقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بفتح الملف مرة أخرى في الخانة Re-enter Password to Proceed، ثم نضغط OK ونقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بتعديل الملف في الخانة Re-enter Password to Modify ونضغط OK، فيتم العودة إلى المربع الحواري Save As مرة أخرى، فنضغط على مفتاح Save لحفظ الملف. والآن سنقوم بإغلاق هذا الملف لتجربة إعدادات الحماية التي قمنا بإضافتها على هذا الملف، فنفتح القائمة المسجلة فايل ونختار Close، ثم نفتح الملف مرة أخرى بفتح القائمة فايل واختيار اسم الملف من هذا الجزء، سيظهر المربع الحواري Password للسؤال عن كلمة السر الخاصة بفتح هذا الملف. فإذا كان الشخص الذي يحاول فتح هذا الملف لا يعرف كلمة السر فلن يتمكن من فتح هذا الملف. والآن نقوم بإدخال كلمة السر الخاصة بفتح الملف، ثم نضغط OK فيظهر المربع الحواري Password مرة أخرى للسؤال عن كلمة السر الخاصة بالسماح بإجراء التعديلات على ملف العمل. ونرى هنا المفتاح Read Only، وبالضغط على هذا المفتاح سيتم فتح الملف كملف للقراءة فقط، ويفيد هذا المفتاح في إمكانية السماح لبعض الأشخاص بقراءة بيانات الملف فقط دون تعديله، وذلك عن طريق إعطائهم كلمة السر الخاصة بفتح الملف فقط. أما الأشخاص المسموح لهم بفتح وتعديل الملف فيجب إعطائهم كلمة السر الخاصة بفتح وتعديل الملف. سنقوم الآن بإدخال كلمة السر الخاصة بالسماح بتعديل الملف في هذه الخانة، ونضغط OK فيتم فتح الملف داخل نافذة البرنامج، حيث يمكننا إجراء التعديلات التي نريدها وحفظ هذه التعديلات.